لو عايز تعيش مرتاح اعمل الحاجات دي. اولا، مالكش دعوة بحد، ما تتدخلش في شؤون حد. اه والله زي ما بقول لك كده، يعني اتعامل مع الناس اللي حواليك ان هم رسومات متحركة. اعمل الصح، ولما تعمل الصح وتعمل الخير اعمله لوجه الله، ما تقصدش بيه وجه العبد، لان العبد ما شكرش ربنا، او في ناس ما بتشكرش ربنا، فمش هيشكرك انت. وما تتكلمش الا للضرورة، يعني لما يكون مطلوب منك الكلام تتكلم، مش مطلوب منك كلام ما تتكلمش. وتعبد ربنا زي ما قالك، وتذكره وتستغفر وتصلي على النبي وتسبح الله. طبعا الكلام ده انت بتسمعه كتير، لكن هو فعلا هو ده اللي فيه الراحة. طول ما انت لسانك عليه ذكر الله والتسبيح والصلاة على النبي والاستغفار، صدقني هتشوف الدنيا تافهة جدا، وربنا هيخلي حلاوة في قلبك انت عمرك ما حسيت بيها قبل كده. ولما تيجي في دماغك اي فكرة عايز تعملها او حاجة عايز تقوم بيها، لو فضلت تفكر لمدة 5 دقايق مش هتعملها. طول ما الحاجة دي في رضا ربنا اعملها وما تترددش، لانك انت بتضيع وقتك على الفاضي. احسن للي اساءوا اليك. اه، احسن للي اساءوا اليك. انت بتحسن عشان تاخد انت ثواب، مش بتحسن عشان خاطرهم ولا عشان خاطر عيونهم. لا، انت بتعمل لله. الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا الكفار والمشركين بيشتموه وبيأذوه وبيعملوا فيه حاجات، ورغم ذلك كان بيشتكي ربنا سبحانه وتعالى. كان ربنا بيقول له تجاهلهم، تجاهل المشركين وسبح، سبح بحمد ربك. التسبيح فيه النجاة، هتنجو من أي شيء، زي ما سيدنا يونس نجا من بطن الحوت بالتسبيح، لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ما تاخدش الكلام ده ان هو كلام عابر كده وخلاص واي حد بيقوله، لا، اعمله وما تترددش، لانك انت مش هتحس بده الا لما تعمل. ولو انت زهقان وعايز تغير مودك، قوم اتمشى، اتمشى نص ساعة بالظبط، هتفرق معاك قوي. ولو مش قادر تتمشى، اشغل نفسك بأي حاجة، يعني حط لنفسك هدف معين تحققه وتنجزه، حتى لو هدف صغير. وما تحطش أمل في الناس، خلي أملك دايما في ربنا. الناس ممكن تخذلك مهما يكونوا قريبين منك، ممكن يخذلوك، فما تحطش توقعات لنفسك وتبني عليها أمور معينة وفي الآخر تتخذل. لو تقدر تسافر سافر، حتى لو مكان قريب. طالما تقدر تسافر سافر. في السفر هتلاقي حاجات كتير جدا بتتغير معاك، وهتشوف حاجات جديدة هتغير حاجات جواك برضو. ما تسمعش الكلام الناس ولا تصدق الناس، ما تصدقش الا اللي تشوفه بعينيك بس، لان الناس ما بيعجبهاش اي حاجة. لو انت ناجح هيقطموا فيك، لو انت فاشل هيقطموا فيك برضو. الناس مش هتسيبك في حالك، كده كده بيتكلموا، ما سابوش حد الا لما اتكلموا عليه. فاعمل اللي في دماغك واللي انت عايزه واللي انت حابه واللي هيريحك، وما يفرقش معاك كلام الناس. الناس اللي ممكن تلوم عليك النهاردة ممكن بكرة تلاقيهم بيغيروا كلامهم خالص وبشكل مختلف. دي بعض الحاجات كده لو انت نفذتها صدقني هتفرق معاك جدا. واستعين بالله، واللي فعل الله ما بتغرقش.